ما تنسونيش بقى يا حبايب اي قلبي في اللايك والشير والاشتراك في القناه، واهم حاجه تصلوا على النبي وتقولوا لي بتتابعوني منين. كل سنه وانتم طيبين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قاعده بالليل كده، عايزه اقول لكم الساعه دلوقتي 3 وعيالي صاحيين وانا صاحيه من ساعه ما جيت من السفر، والنوم بتاعي مش منتظم الحمد لله. فعايزين نعمل اي حاجة حلوة، والوقت متأخر طبعا وانا معيش حد ينزل يجيب لي اي حاجة. ففكرت اقوم اعمل لهم ايه، رز بلبن. صليتوا بينا على النبي كده يا حبايبي. طيب، قمت بقى ايه، مسكت كوبايتين مية او 3 كوبايات مية على كوباية رز مش مليانة قوي. غسلتها وحطيتهم يتسلقوا مع بعض لغاية ما المية نشفت خالص. نزلت عليها ب2 كيلو لبن اللي انتم شايفينهم دول، وسبتهم على نار هادية خالص ياخدوا غلوة. وبعد ما خدوا الغلوة، صلوا على النبي كده يا حبايبي، ولا حول ولا قوة الا بالله على العظيم، رحت حاطة حوالي ربع كيلو من القشطة. بس القشطة بتاعتي طبعا اهي شايفينها لسه ما دابتش، فاضل الحتة دي. القشطة بتاعتي انتوا عارفينها اللي انا بعملها فين، في البيت. صلوا على النبي كده، ولا حول ولا قوة الا بالله على العظيم. وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. هفضل بقى كده، افضل اقلب بالراحة كده على نار هادية خالص. بصوا النار، نار هادية، بصوا اكنها مش شغالة، نار هادية خالص كده. هفضل اقلب لغاية ما القشطة بتاعتي تسيح. اكون مجهزة معايا بقى 4 معالق او 5 معالق كريم جانتيه، على برضو نفس الكمية. اللهم صل على سيدنا محمد، الله اكبر. على نفس الكمية ايه، نشا. تمام كده، تمام كده يا مزيزو. اقلب كده بالراحة لغاية ما النشا بتاع القشطة بتاعتي تدوب فين، في اللبن. وهحط قد ايه سكر؟ هحط كوباية ونص، من كوباية ونص لكوبايتين، عشان دول 2 كيلو لبن حسب الرغبة. تمام، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عايزه اقول لكم اللبن ده، الرز بلبن ده من عشقي من عشقي من عشقي، بعشقه. وعايزه اقول لكم كمان، احنا لو فضلنا نسيبه على نار هاديه ونقلب فيه مش هيحتاج لنشا، وهينشي مع نفسه في قلب اللبن. تمام. وده الطبق بتاعي اللي انا حاطه فيه 5 معالق كريم جانتيه على 5 معالق اللهم صل على سيدنا محمد نشا. تمام. هزودهم شويه لبن صغيرين والفهم كده بالمعلقه، وهبتدي اصبهم بس بعد ما احط الفانيليا والسكر. يلا بينا، يلا بينا. كده بقى يا حبايب قلبي، انا هبدأ احط ايه، السكر. بسم الله. حطيت كوباية كبيرة من السكر. هدوبها برضو. صلوا بينا على النبي كده. بتعملي ايه؟ رشي ايه بس، رشي ايه يا خراشي؟ اصوت والم عليا الناس، الم عليا فانزات يجوا. ماسكه المعطر وعماله ترش، تقولي رشي رشي كده. بقى انا بحط الفانيليا بتاعتي اهوت، وحطيت السكر. صليتوا بينا على النبي كده يا حبايبي. ما تنسوش في اللايك والشير تعملولي بتتابعوني منين، وتصلوا على النبي كده، ولا حول ولا قوة الا بالله علي العظيم. طب كده حطينا السكر وحطينا الفانيليا وحطينا القشطة وحطينا الرز وحطينا اللبن، والدنيا معانا زي الفل زي ما انتوا شايفين ايه. اللهم صل على سيدنا محمد، الله اكبر. والقشطة صحت اهي وكل شيء تمام. اروح ادوب بقى زي ما قلت لكم بفقد الذاكره وانا بكلمكم. هدوب النشا اهوت والكريم جانتيه بتاعي. تمام. قولي تمام يا ام انس. تمام يا ام انس.
قولي لهم اعملوا لايك، اعملوا شير، وصلوا على النبي. قولوا لهم صلوا على النبي. نبي سامعين؟ تمارا لو اعملوا لايك. ارفع كده يا عمر شويه. عمر اللي ماسك لي التليفون، فمغلبنا شويه يا عمر. ببدأ ادوب ايه النشا بتاعتي والكريم جونتي، بس مش عارفه ليه هي مش دايبه معايا زي كل مره. حاسه اللي هي محصوله شويه، يعني ايه محصولة؟ يعني فيها كلاكيع صغنطوطه، مش عارفه ليه يعني. بس اللبن غلي اهوت، الدنيا بقت تمام خالص. يلا اللهم صل على سيدنا محمد، الله اكبر. بجيب بقى العلب البلاستيك دي، حبيتها قوي، اللي هي اللي بناكل فيها وبنرميها دي، حبيتها قوي عشان خاطر بنحطها في التلاجة مقفولة، ولا بتكرف ولا بيحصل لها اي حاجة، وفي نفس الوقت بلاها مواعين بقى، بلاها مواعين. وعلب الرز بلبن الازاز، واكسر واقلب واقلب واكسر. اهي تمارا طفت لنا النور، هقتلك. بس كده تمام قوي. صلوا على النبي كده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله اكبر الله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله بسم الله، الله اكبر. تمارا كده ماما هتضربك. بس هنطفي بقى كده، كده تمام اهو. خلصت؟ كده خلص. هنسيبه يبرد ونبتدي ايه؟ نصبه في الاطباق. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا انا بجيب العلب دي كل مره، بس الماتيريال بتاعها بقى وحش قوي، مش عارفه انتوا مش مصدقينها. دي عباره عن ورقه، بصوا ورقه وغليت قوي. مش عارفه رايحين فين، بيقولوا الحاجه رخصت. طب الاكياس والبلاستيكات ما رخصوش ليه؟ بصوا يا حبايب قلبي، كده انا خلصت الكميه بتاعتي كلها. هي صلوا بينا على النبي، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عايزه بس اسند كده عشان اجرنش بقيت دول. بسم الله ما شاء الله. الكميه بتاعتي عملت قد ايه؟ عملت انا جبت ب20 جنيه علب، وكانوا ب20 جنيه 14 علبه. 14 علبه بلاستيك من دول، تمام. وحطيت كمان 5 ازاز من بتوعي دول علب بغطا اهيت، اللي هي اصلا جايباها للرز بلبن والحاجات بتاعه التلاجة. بس كل ما بحط فيها بسم الله ما شاء الله، يعني تمارا مظبطاني. صح يا تمارا؟ ايه بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ كان حابب من عليا والله. هحط لكم اللهم صل على سيدنا محمد عين جمل ومكسرات. بس يلا بقى، الحمد لله الحمد لله. انا بعشق حاجه اسمها رز بلبن بعين الجمل. بصوا قربت اخلص الكميه، بس العلب مزوله زي البتنجان عشان الغطيان. المفروض اصلا كنت حطيت الغطيان دي من تحت، يعني من تحت العلبه، وانا بعمل كده احط الغطا. يلا يلا يلا، هانت هي ام زيزو، هانت. انا بحب اجيب جوز الهند بتاعي الخشن، مش الناعم. بحب الخشن شويه، ده اللي هو الوسط، مش الناعم. تمام. بسم الله. اخر علبه يا ام زلابيا. الحمد لله الحمد لله. كده تمام اوي. كده بقى ابتدي اوريكم شكل العلب بتاعتي اهيت. نظبطها بس عشان هنطلع على الهوا دلوقتي. نظبطها عشان هنطلع على الهوا دلوقتي. العلبة اليتيمة دي، طب ما علينا، خليها يتيمة. شايفين الجمال؟ الكمية اللي انا عاملاها دي قد ايه؟ والله العظيم 2 كيلو لبن صافي.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا زي الفل، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما تنسونيش بقى يا حبايب اي قلبي في اللايك والشير والاشتراك في القناة، واهم حاجة تصلوا على النبي وتقولوا لي بتتابعوني منين. كل سنة وانتم طيبين.